عمرك فكرت ان النجاح لازم يكون من ريادة الاعمال؟ لو فاكر كده خليني احكي لك قصة يمكن تغير نظرتك تماما. من 5 سنين في شاب اسمه كريم اشتغل كموظف في شركة تسويق، وكان بيبدأ يومه بنفس الروتين: تقارير، اجتماعات، تسليم مهام. وفي يوم شاف اعلان عن دورة لريادة الاعمال، وبدأ يفكر هل ده معناه اني مش ناجح لاني موظف، وقرر انه ياخد الدورة ويبدأ مشروعه الخاص. لكنه بعد شهور اكتشف ان إدارة مشروع مش بالبساطة اللي كان متخيلها. التحديات كانت كبيرة: إدارة التكاليف، التعاقدات، حل المشاكل اليومية، والضغط كان أكبر من اللي كان مستعد له بكتير. وده خلاه يرجع لوظيفته، لكنه رجع بعقلية مختلفة المرة دي. قرر يستغل كل فرصة في شغله الحالي للتعلم والتطور، وبدأ يركز على تحسين أدائه وبناء علاقات كويسة مع زمايله ومديرينه، وطور نفسه في مجاله من خلال الكورسات الأونلاين. وبعد سنة واحدة بس كريم حصل على ترقية كبيرة، وبدأ يحقق دخل ثابت أكبر من اللي كان بيحلم بيه وهو رائد أعمال. والأهم، حس بالرضا والاستقرار. ايه بقى اللي نتعلمه من كريم؟ ان النجاح مش في انك تكون رائد اعمال ولا انك تكون موظف. النجاح في انك تختار الطريق اللي يناسبك وتلاقي القيمة والراحة في اللي انت بتعمله. وفكر فيها، هل النجاح بالنسبة ليك في المخاطرة ولا في بناء حياة مهنية متوازنة؟ مش كل الناس عندها نفس الشغف او القدرة على إدارة مشروع، وده طبيعي جدا. لكن الأهم هو انك تلاقي معنى في كل خطوة بتاخدها. دلوقتي قول لنا، لو كنت مكان كريم كنت هتكمل في ريادة الأعمال ولا هتفضل تطور نفسك كموظف؟ شاركنا برأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل فولو.